في ختام منافسات البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس في الطائف وأبهاء والباحة بالمملكة العربية السعودية، توج فريق النصر السعودي بكأس بطولة الملك سلمان للأندية 2023 في المباراة النهائية بمحافظة الطائف على حساب نادي الهلال السعودي بعد فوز الأول بنتيجة 2-1 بعد أن استمرت المباراة حتى الدقيقة 120. وسجل هدفي النصر كريستيانو رونالدو، بينما جاء هدف الهلال عن طريق اللاعب ميشيل ريتشارد. ونال فريق النصر السعودي كأس البطولة ومكافأة مالية قدرها 6 ملايين دولار، بينما حصل فريق الهلال السعودي على المركز الثاني ومكافأة مالية قدرها 2.5 مليون دولار. وحصل سيرجي سافيتش من فريق الهلال على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما حصد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر جائزة هداف البطولة ب6 أهداف. وحصل زميله نواف العقيدي على جائزة أفضل حارس مرمى. مالكوم رايح الكرة، مالكوم يوزع كرة جول، كرة جول ميشيل ديلغادو. الهلال بنورو يسجل حضوره الدوسري والبقيع. إذن النتيجة تتغير لصالح نادي الهلال. مالكوم بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر، وانتماء رائعة من ميشيل ديلغادو يضيع الحارس نواف ويحط الكرة بالشباك. الهلالي عالي، الهلالي سور عالي. كرة رونالدو، جول 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 رونالدو كريستيانو. يعود بالنصر، النصر بالأسطورة يا حاكم حكام الكرة. رونالدو هداف الهدافين هو رونالدو، قناص كل القناصين رونالدو، والكرة في الشباك. 1-1 بين العملاقين. نار 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 يا حبيبي، نار. حارس الهلال العويس ما باله لا يعلم، كأنه لا يدرك أن الأسطورة رونالدو أقوى ما في الكرة. كرة للنصر، كمان جول غريبة. كونان يضيع سيكو الراس. رونالدو، رونالدو هذا التورنادو. رونالدو، رونالدو، رونالدو هو الأسطورة، هو ملك الكرة. كريستيانو رونالدو الفريق النصراوي طاير عالميا بنجوم الكبار. رونالدو، ماني، فوفانا والبقية. هذا هو رونالدو، هذا رونالدو يا ناس. هو أكبر قناص، هو مرعب المدافعين وكل الحراس. كريستيانو رونالدو. تشيك جول، تشيك جول، إعادة. كورة لما ترجع، ثم رونالدو بالراس. أكبر قناص، خيال كل الخيال، دلال كل الدلال، إمبراطور الكرة رونالدو الأسطورة. كل كتب العالم غير قادرة على كتاب التاريخ العجيب. كريستيانو رونالدو ملك الأرقام، إمبراطور الأقدام. لحظات تاريخية تكتب الآن. رونالدو بالانتظار في هذا المشوار مع لويس كاسترو. الحكم المغربي يراقب مع السمير كازاز.